معكم مستر محمد الشرنوبي. في الكبسول بتاعت النهاردة هنتكلم مع بعضينا على المفاصل الغضروفية، ودي تاني نوع عندي من المفاصل الموجودة في الجسم. قلت لك زي أي مفصل أنا محتاج أعرف التركيب بتاعه وموجود فين. دول حاجتين محتاج أعرف عنه. طيب، المفاصل الغضروفية بتتكون من غضاريف موجودة بين العظام المتقابلة، وهتلاقي المفاصل الغضروفية في العمود الفقري بالأخص، اللي هو يحتوي على غضاريف تمام موجودة ومترتبة. فهتلاقي إن المفاصل الغضروفية موجودة فين؟ في العمود الفقري. تمام. طيب، وبالنسبة للمدى الحركي فأنا أخدت إن العمود الفقري خلي بالك بيتحرك، ولكن حركة محدودة جدا. وتخلي بالك من نقطة معينة، الحركة المحدودة جدا دي في الفقرات المتمفصلة، يعني مش هتلاقيها موجودة لا في العجزية ولا في العصعصية. والكلام ده يبان معايا بين الفقرات. لو جيت بصيت على الفقرة العظمية بتاعتي هتلاقي ما بينها الجزء اللي بالازرق ده كده هو دوت الغضروف بتاعي، والغضروف بتلاقيه بيغلف عندي المنطقة او مساحة السطح اللي موجودة ما بين العظمتين، وكمان بيكون موجود في المنطقة اللي بيتمفصل فيها الفقرة مع الضلع من ورا، وبرضه موجود في الجزء بتاع تمفصل الفقرات مع بعضيها بيكون برضه في طبقة غضروفية. ففي الغالب الفقرات الغضروفية او معلش المفاصل الغضروفية مش موجودة عندي غير فين؟ غير بين فقرات العمود الفقري. اشوفكم في الكبسول اللي جاية. كنهاية كل كبسول بالشفا.